زي ما الحلقة الأولى كانت عن الظواهر الغريبة والحلقة التانية عن اختراق الخصوصية، الحلقة دي برضو هحكي فيها قصتين موضوعهم مشترك، والموضوع المشترك ده هيكون الأموات. ناس ماتوا لكنهم رافضين يتقبلوا ده ولسه متمسكين بعالمنا لسبب أو لآخر. أهلا بيكم في الحلقة الثالثة من سلسلة قصص مانجا الرعب من كتابة جونجي إيتو. القصتين اللي هحكيهم في الفيديو ده هما قصة بعنوان سكيركروز وقصة بعنوان ماي دير انسيسترز. هنبدأ الأول بقصة سكيركروز واللي معناها الفزاعات. الفزاعة اللي هي خيال مآتة اللي بيتحط في الحقل علشان يبعد الحيوانات عن المحصول. والقصة اللي هنحكيها دي بتبدأ في مقبرة موجودة في قرية ما، وفي المقبرة دي بنشوف جنازة ومراسم دفن لبنت اسمها يوكي. الفلاحين اللي كانوا بيتفرجوا على المشهد بيقولوا انهم سمعوا ان البنت دي انتحرت، وفضلوا يقولوا ان الفترة الأخيرة الجنازات كترت قوي. من فترة قريبة كان في جنازة طفل صغير اسمه شيجرو لقوا جثته في النهر، وبعض الناس شايفين انه ربما يكون اتقتل. القصة بتنقلنا بعد كده لأبو يوكي وهو بيدفن بنته، وبنشوفه وهو منهار على قبرها. وفي يوم من الأيام في شاب اسمه توشيو جه يزور قبر البنت دي. أبوها لما شافه اتعصب وقال له انت ايه اللي جابك هنا؟ وتوشيو قال له انا جاي ادي ورد ليوكي. أبو يوكي قام ورمى الورد من ايده وفضل يقول له انت السبب في انها ماتت، انت اللي قتلتها. توشيو قال له انت لو ما كنتش رفضت جوازنا ما كانش ده حصل. وبنفهم هنا ان يوكي انتحرت لما ابوها رفض انه يجوزها للشاب اللي بتحبه. توشيو فضل مصر انه مش هيمشي غير لما يحط الورد على قبر يوكي، وابوها اتعصب وراح شال خيال مآتة من الحقل اللي جنبهم وزرعه فوق قبر يوكي من باب الاهانة لتوشيو، وقال له خيال مآتة ده مهمته انه يبعد الحيوانات اللي زيك. ووسط زعيق وشتايم الاب توشيو اضطر انه يمشي من المكان. تاني يوم الفلاحين اصحاب الحقل لاحظوا ان خيال مآتة بتاعهم مش موجود، ولما قعدوا يدوروا عليه لقوه محطوط فوق قبر يوكي في المقبرة. لكنهم لما بصوا على خيال مآتة اتجمدوا مكانهم. خيال مآتة بقى شكله مختلف تماما. في اللحظة دي أبو يوكي جه واعتذر لهم إنه خد خيال مآتة في لحظة غضب، لكنه برضه اتجمد لما بص عليه. خيال مآتة بقى طالع له شعر اسود وبدأت بعض الملامح تظهر على وشه. الناس سابوا خيال مآتة مكانه، والأب ده كالعادة كان بيزور القبر يوميا، ومع كل يوم كان بيقسم إن خيال مآتة بقى شبه بنته يوكي بالظبط. الشعر بقى أطول والملامح بقت أوضح. دي يوكي، دي بنتي. الأب فضل يكلم خيال مآتة بهستيريا ويقول له أنا أبوكي، قولي أي حاجة. أبوها بعد كده قرر يخلع خيال مآتة وياخده مع البيت. وهو ماشي عدى على راجل وست بيزوروا قبر شيجرو الطفل الصغير اللي لقوا جثته في النهر. الست دي كانت عمالة تعيط وتقول لجوزها إنها مش مقتنعة إن دي كانت مجرد حادثة، لأن شيجرو طول عمره حذر ومستحيل يقع لوحده في النهر. جوزها فضل يهديها ويقول لها بطلي تفكري بالطريقة دي علشان قلبك يستريح. الراجل والست دول شافوا أبو يوكي وهو شايل خيال مآتة ومروح بيه، ولما قالوا له انت بتعمل ايه بخيال مآتة ده؟ قال لهم ده مش خيال مآتة، دي بنتي. تاني يوم ابو يوكي بالفعل لبس خيال مآتة هدوم يوكي وزرعه تاني فوق قبرها. خيال مآتة دلوقتي بقى شبه يوكي اكتر واكتر، ومش بس بسبب الهدوم اللي لابسها. الشبه ده كل الناس بدأوا يلاحظوه وبقوا مش فاهمين ازاي ده حصل. خيال مآتة فعلا اتحول لشكل يوكي بالظبط، وبنعرف ان لما ابوها شال خيال مآتة وخده معاه البيت شكله رجع تاني لشكل خيال مآتة الاصلي، علشان كده جه زرعها تاني فوق القبر. الناس لما سمعوا كده كلهم زرعوا خيال مآتة فوق قبور الناس اللي بيحبوهم، وبالفعل المقبرة كلها اتملت بالفزاعات. ونفس اللي حصل مع يوكي حصل مع كل الفزاعات دول، كلهم بالفعل شكلهم بدأ يتحول لشكل الشخص اللي مزروعين فوق قبره. وبنشوف ام شيجرو الطفل اللي مات في النهر وهي بتحاول تزرع خيال مآتة فوق قبر ابنها. جوزها فضل يحاول يمنعها ويقول لها انه حتى لو بقى شبهه ده مجرد خيال مآتة. الام فضلت تقول له مش مهم، المهم اني اشوف وش ابني تاني. الراجل فضل يقول لها اللي بتعمليه ده غلط، وهي قالت له انت مش حاسس باللي انا حاسه بيه لان انت مش ابوه. وبنفهم ان ده مش ابو شيجرو بل جوز امه. الام بالفعل زرعت خيال مآتة فوق القبر، وبنلاحظ علامات القلق على وش جوزها، وبنسمعه بيقول لنفسه انهم ما بيتكلموش وبالتالي مفيش حاجه يخاف منها. وهنا بنفهم ان ربما موت شيجرو بالفعل ما كانش حادثه، وان الراجل ده ليه علاقه بموته. في الوقت ده توشيو جه علشان يزور قبر يوكي تاني، ولاحظ ان الناس كلها زارعين فزاعات وملبسينهم هدوم وبيقعدوا يتكلموا معاهم. توشيو بعد كده لاحظ خيال مآتة اللي فوق قبر يوكي، ولاحظ انه شبه يوكي بالظبط.
فجأة توشيو بيلاقي نفسه واقف بيكلم يوكي وسط حقل، وهي بتقول له اوعدني اننا هنفضل مع بعض للابد. هنا توشيو بيصحى من النوم وبيكتشف ان الدنيا ليل وان كل ده كان نايم جنب قبر يوكي، بل كمان مش فاكر هو ازاي جه هنا اصلا. ولما بص فوق لقى خيال مآتا اللي شبه يوكي باصص له. هنا توشيو فضل يسمع صوت همس، ولما بص حواليه لقى جاي من كل الفزاعات اللي في المقبرة، كلهم بيهمسوا كأنهم بيتكلموا مع بعض. تاني يوم ابو يوكي رجع ولقى خيال مآتا بتاع بنته واقع على الارض، ولما شاله لقى تحتيه توشيو ميت. واضح ان يوكي حصلت على مرادها، ودلوقتي توشيو هيبقى فعلا معاها للابد. المشهد اللي بعده بينقلنا الخيال مآتا تاني. وش الطفل شيجرو بقى واضح جدا على خيال مآتا اللي مزروع فوق قبره، لكن وشه عليه اقصى درجات الرعب والفزع. ام شيجرو وجوزها كانوا واقفين باصين عليه ومستغربين. خيال مآتا كان باصص على جوزها. الست قالت لجوزها ده باصص عليك، وهو قال لها ما تبقيش سخيفه، واتحرك من قدام خيال مآتا للناحيه التانيه علشان يثبت لها، لكن عين خيال مآتا فضلت ماشيه معاه. الراجل اتفزع ومسك خيال مآتا وقال انا هشيل الشيء ده من هنا، وبالفعل نزعه من الارض، لكن توازنه اختل ووقع على ظهره، وخيال مآتا وقع فوقيه واخترق صدره. فوق جثه الراجل بنشوف خيال مآتا وملامح وشه بدأ يظهر عليها الراحه. شيجرو هو كمان حصل على اللي هو عايزه. القصه بتنتهي بشيجرو واقف على جثه قاتله، ويوكي حاضنه جثه حبيبها. تاني قصة في الحلقة دي هي قصة بعنوان My Dear Ancestors أو أسلافي الأعزاء. في عنوان الفيديو أنا ترجمت العنوان بتصرف للعائلة التي لا تموت، وبالرغم إن من الناحية الحرفية المعنى ده مختلف تماما عن المعنى الأصلي، إلا إن لما نسمع القصة سوا هنعرف ليه ده اسم مناسب جدا. في بداية القصة بنشوف بنت اسمها ريزا لسبب ما فقدت الذاكرة تماما. في واحد زميلها في المدرسة اسمه شويتشي شافها ماشية تايهة في الشارع، علشان كده خدها للبيت بتاعها وشرح لأمها إنها مش فاكرة أي حاجة وبتتصرف بطريقة غريبة. حتى لما أمها فضلت تقول لها إيه اللي حصل، ريزا ما كانتش بترد ولا بتعمل أي رد فعل. أمها أخدتها فورا على الدكتور، والدكتور قال لها إنه مفيش أي علامات على مشاكل في المخ، وإن اللي هي فيه ده غالبا نتيجة صدمة عنيفة. واضح إنها شافت حاجة اتسببت في الصدمة دي. في اليوم التالي شويتشي راح يزور ريزا علشان يطمن عليها، وبالفعل لقاها بدأت تتحسن شوية. هي لسه مش فاكرة أي حاجة، بس على الأقل بقت ترد وتتفاعل مع الناس اللي حواليها. ريزا قالت له أنا متأسفة بس أنا لسه مش فاكراك إطلاقا، وشويتشي قال لها بالعكس دي حاجة كويسة، كده إحنا ممكن نبدأ مع بعض صفحة جديدة ونختبر كل حاجة سوا من أول وجديد. لما الليل جه شويتشي مشي وريزا دخلت تنام، لكنها فجأة بدأت تسمع صوت حاجة بتزحف بره أوضتها. الباب اتفتح وريزا شافت دودة عملاقة داخلة أوضتها وبتزحف ناحيتها. ريزا صرخت لحد ما أهلها جم بسرعة عشان يشوفوا فيه إيه، لكن ما كانش فيه حاجة في الأوضة. واضح إن ده كان مجرد حلم. لكن إيه الحلم الغريب ده؟ إيه اللي يخليها تحلم بدودة عملاقة بتزحف ناحيتها؟ ده نفس السؤال اللي شويتشي سأله في اليوم التالي لما ريزا حكت له عن الحلم الغريب ده. بعد كده شويتشي اقترح عليها إنهم يتمشوا في الشارع سوا شوية، وأثناء ما كانوا بيتمشوا شويتشي اعترف لها بحبه ليها، وقال لها إنه في الحقيقة اعترف لها قبل كده قبل ما تفقد ذاكرتها. ريزا قالت له للأسف أنا مش فاكرة حاجة، وهو قال لها يبقى خلينا نبدأ علاقتنا من الصفر. وبعد كده قال لها تعالي معايا نقعد في البيت عندي، أبويا موجود هناك لكنه عيان وعلى طول نايم. ريزا راحت بالفعل معاه، وهناك سألته عن أبوه. شويتشي قال لها إن أبوه كان كاتب روايات تاريخية لكنه بطل كتابة بسبب مرضه، وقال لها إن دي مش أول مرة تيجي وإنها جت كذا مرة وقابلت أبوه قبل كده. وهم قاعدين سوا ريزا سمعت صوت حد بره الأوضة، ولما الباب اتفتح شافت حد بيزحف على الأرض. الأول رجله دخلت وبعد كده وسطه وبعد كده راسه، وبنكتشف إن ده أبو شويتشي جاي يسلم عليها. شويتشي قال له إيه اللي خلاك تسيب السرير، وأبوه قال له إنه لازم يجي يسلم على البنت اللي هتبقى مرات ابنه. شويتشي اتكسف وقال له إيه اللي أنت بتقوله ده، ريزا فقدت الذاكرة ومش فاكرة إنها وافقت تتجوزني. أبوه اعتذر وقال لريزا ابقي خلي بالك من ابني لما موت، وبعد كده بدأ يزحف تاني على ظهره لحد ما خرج من الأوضة. تاني يوم وريزا قاعدة في بيتها إحساس الرعب الغريب اللي كانت حاسة بيه رجع لها تاني. يا ترى إيه الحاجة المرعبة اللي صدمتها لدرجة إنها تفقد الذاكرة؟ والغريب إنها من ساعة ما رجعت من بيت شويتشي الإحساس ده زاد وبقى أسوأ. في اللحظة دي شويتشي جالها البيت وهو مرعوب وبيقول لها إن أبوه حالته الصحية اتدهورت جدا وعايز يشوفها قبل ما يموت. ريزا وافقت إنها تروح تشوفه، وبالفعل في المشهد التالي بنشوفها في بيت شويتشي بالأخص قدام أوضة أبوه. شويتشي فتح باب الأوضة وهما الاتنين دخلوا ولقوا أبوه نايم على الأرض، لكن
لكن ريزا لما بصت على راسه لقت ان في راس تانية فوقيها، والراس التانية فوقيها راس تالتة، والراس التالتة فوقيها راس، والراس دي فوقيها رؤوس كتير جدا ملزوقين فوق بعض وممتدين على طول الأوضة كلها زي الدودة. ريزا صرخت وشويتشي قال لها انا عارف ان دي صدمة، اخر مرة دخلتي الأوضة دي وشفتي ابويا اتصدمتي جدا لدرجة انك فقدتي الذاكرة، علشان كده حلمتي بدودة عملاقة، لان الرؤوس دول من بعيد فعلا شكلهم عامل زي الدودة، لكن في الحقيقة دول عبارة عن جماجم اسلافي كلهم. كل واحد بيموت بيورث جمجمته لابنه، وابنه بيلزقها فوق راسه وبيعيش بيها. يعني كل دول امخاخ العيلة فوق بعض بيمتدوا لحد مئات ومئات السنين، وكل مخ فيهم لسه عايش، لسه بيفكر. جسمهم مات ولكن وعيهم لسه عايش على اجسام احفادهم. علشان كده ابوه كان كاتب روايات تاريخية ناجح، لانه لما ربط مخه بيهم بقى شايف كل ذكرياتهم لحد مئات السنين في الماضي. في وسط فزع ريزا ابو تشويشي قال له انا بموت ومفيش وقت، لازم يبقى ليك نسل يكمل الخط ده. تشويتشي قال له انا عارف، وبعد كده بص لريزا وقال لها انهم لازم يتجوزوا علشان يخلفوا عيل يكمل من بعده. ريزا افتكرت كل حاجة وصرخت وجريت باسرع ما عندها، لكن تشويشي قال لها انه قفل كل الابواب وانها مش هتقدر تهرب، وفضل يقول لها انتي امل عيلتي الوحيد ولازم نتجوز في اسرع وقت. ريزا فضلت تصرخ وتقول له ابعد عني، وفجأة تشويشي جاله صداع شديد وراسه بدأت تنزف دم كأنها بتتخلع من مكانها. تشويشي قال ان ده معناه ان ابوه مات وجري على اوضه ابوه بسرعه. ريزا بصت جوه الاوضه علشان تعرف ايه اللي بيحصل، ولقت ابو تشويشي ميت على الارض ونص راسه مش موجود. ولما بصت على ركن الاوضه لقت تشويشي وفوقيه راس ابوه وفوقيها رؤوس كل اسلافه. تشويشي بصلها وبعد كده بدأ يزحف ناحيتها، وبعد كده بدأ يجري عليها. ريزا فضلت تصرخ لحد ما لقت نفسها مش قادرة تجري، جسمها كله بقى بيتنفض، وبعد كده فقدت وعيها وفقدت عقلها تاني. راس من الرؤوس قالت لتشويشي كده احسن، كده الجواز هيكون اسهل، وراس تانية قالت الحمد لله عيلتنا هتفضل في امان للجيل القادم. كده احنا وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبتكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وبرضه لايك لصفحة الفيسبوك. ولو حابين تدعموا القناة تقدروا تشتركوا على صفحتنا على باتريون من الرابط المكتوب على الشاشة وموجود في الديسكريبشن. اشوفكم الفيديو الجاي.